واخيرا كاين سياره ذات تركيب اجنبي. الناس مشاو المغرب بعد العطله يقولوا لي واش ما كترجعوش كيضركم خاطركم ما كترجعوش كتبغيو تبكيو. الو الحكومه في الاستماع. الو الحكومه، واش ما في راسكم باللي الجاليه ما جاتش هذا العام؟ الحكومه كتطمن المواطنين ان كافه الاجراءات تم اتخاذها من اجل استقبال جيد للجاليه المغربيه. كتقصدوا التذاكر اللي وصلت اكثر من مليون سنتيم 10000 درهم، كتقصدوا المازوت اللي وصل 14 درهم، كتقصدوا اقل فندق اللي وصل فيه 800 درهم، اما الشقق والغلاء ديال المعيشه. بفعل الظرفيه الدوليه وارتفاع الاسعار كنسهروا كمنتخبين على تتبع الوضعيه بكل جديه. انتم دائما هاد الظرفيه الدوليه غير بغيت تسالوا معها، الظرفيه الدوليه كتلصقوا فيها كل شيء، حتى عاوتاني هاد السياحه الداخليه والجاليه ملي ما جات لصقتوا فيها الظرفيه الدوليه. دائما هاد الظرفيه الدوليه حاضره، ولكن نسيتوا شكون اللي كيراقب غلاء الاسعار، شكون اللي كيراقب الفنادق، شكون اللي كيراقب الشقق، شكون اللي ما كيطبقش الخطابات الملكيه اللي كتهتم بالجاليه. قطعوا ما عليناش. نسدوا هذا القوس، وقبل ما نكملوا في هذا الموضوع كنسجلوا التضامن ديالنا مع الشعب الفلسطيني في غزه اللي كيموت بالجوع وكيموت بالعطش، وكنطالبوا المنتظم الدولي بالتدخل لاعطاء المساعدات لهذا الشعب الأبي. نرجع ونقول الموضوع ديالنا اليوم كنتكلموا على ان الجاليه المغربيه اغلبها ما جاء، وبالمناسبه الجاليه المغربيه ربما كتفوق 6.5 المليون مغربي كيتواجدوا في مجموعه من دول العالم. هذه الجاليه هذه كتدخل اكثر من 117.7 مليار درهم من العمله الصعبه للخزينه ديال الدوله، اي ما يشكل 32 مليار في اليوم، 16% من الواردات ديال المغرب. هذا الخير كله اللي كتجيبوا هذه الجاليه للبلاد ديالنا، والمساهمه ديالها في التنميه الاقتصاديه كتواجه اليوماتيه بالغلاء، واليوم ربما اغلبها تاخذ موقف وما جاش يقضي العطله ديالو في البلاد ديالو، وفضل وجهات اخرى سواء اسبانيا، تركيا، فنلندا، ايرلندا، غيرها من الدول، والتايلاند وغيرها من الدول اللي كتقدم عروض افضل وكتقدم ايضا اثمان يعني رخيصه على البلاد ديالنا. انا كنتاسف وكنتاسفوا كمغاربه، لان اولا كنفروا المغاربه ديالنا والجاليه ديالنا اللي كيولي على صاحب الجلاله واحد الاهميه كبيره في مجموعه من الخطابات ديالو، واللي المنتخبين ديالنا والحكومه ديالنا للاسف الشديد بعيده كل البعد عن ترجمه هذه الخطابات على ارض الواقع. اليوماتيه كنقولوها السياحه الداخليه في المغرب مضروبه، والجاليه اغلبها ما جاء. من بين 30 سياره 40 سياره سواء في مجموعه من المدن يلا كتبان لك سياره واحده بترقيم خارجي وفيها مغاربه. عدا ذلك نهائيا واش كنشوفوا اليوماتيه الجاليه ديالنا في المقاهي، في المطاعم، في المنتجعات السياحيه، في الفنادق ما كايناش، لانك كتواجه بواحد الغلاء فاحش، وكتجيب شويه ديال الفلوس ولا كتجمع، ولكن كتجي كتقضي واحد 10 ايام ولا 20 يوم خاصه 7 ولا 8 المليون، الشيء اللي كتلقاه في دول اخرى باقل اثمان وبايضا باليات وبنظافه ومجموعه من الحوايج اللي ما كيوفروها للاسف المنتخبين ديالنا. غير الا بغيت تقضي الحاجه ديالك خصك تقلب القهوه، خصك تقلب الاوتيل، خصك تقلب بزاف ديال الحوايج، بالاضافه الى النظافه، بزاف ديال الحوايج والخدمات اللي باقيين حنا بعاد عنها، كما بعاد عن بزاف ديال الامور. للاسف الحكومه ديالنا ما فال حتى في شي حاجه، في القطاع السياحي فاشله، في القطاع الصحي فاشله، في القطاع ديال التعليم فاشله. ومع ذلك كيخرجوا علينا وحدين بعض المسؤولين وبعض القياديين داخل بعض الاحزاب وكيقولوا لنا على انه الى ما صوتنا عليهم في 2026 ستحل الكارثه بالمغرب، وكان هذا الشيء اللي عايشين فيه اليوماتيه ما عرفناش شنو هو. انا لا افهم بماذا ساسمي، اش غادي نسمي اليوماتيه فاش عايشين. التغطيه الصحيه انتم كتشوفوا اش كاين فيها، التعليم كتشوفوا الانهيار ديالو، وكتشوفوا ايضا على انه في بعض الجامعات المغربيه اللي هي منظر للعلم وللمعرفه دخلت يعني مجموعه من الممارسات للاسف الشديد الى هذه الجامعات، ولا التخرج حتى هو بدل ما يكون باليات حقيقيه تتلائم مع المكان الاكاديمي، ولا فيها بزاف ديال الحوايج اللي تتنافى مع التقاليد والاعراف الجامعيه. مجموعه من المجالات غادي نتكلموا عليها وغادي نقولوا على ان هذه الحكومه لم تفلح فيها. ودريكات هي كيخرج علينا مسؤول حزبي يا برا
وكيقول لنا على انه اذا لم نصوت عليهم ستحل الكارثه، وخاصهم يكملوا المشاريع الكبرى اللي بداوها. بالله عليكم اين هي هذه المشاريع؟ انا بغيت غير نفهم، راه كنقولها وكنعاودها. رئيس الحكومه كيقول لنا الاستثمار، وعنده يقدر يوقفوا لانه يعرف اكثر من لي دو تيير ديال المستثمرين. هذا القيادي في نفس الحزب كيقول لنا ايضا على انه اذا لم نصوت في 2025 ستحل الكارثه بالمغرب. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك على انه نحن يجب ان نلتقط الاشاره كمواطنين، ونعرفوا على انه نحن اللي خاصنا نغيروا السياسات العموميه، ونحن اللي خاصنا نغيروا العقليه ديالنا، ونحن اللي خاصنا نغيروا بزاف ديال الممارسات اللي خلات بحال هاد الناس هادو وبحال هاد المسؤولين الحزبيين يستغباونا ويقولوا هذا الكلام هذا وكأننا لا نفهم، وكأن كل شيء في هذا البلد يسير على هدى من الله. في الحقيقة هاد الناس هادو راه ما كيخرجوش للأسواق، ما كيسمعوش نبض الشارع. كاين فيهم اللي كيقول لك فينا هو أصلا كاع الفساد ما كاينش، والفساد يمشي على رجليه ويتحدث، وكما كنقولوا حنا بالحسانية سارق ويقابح. واش بغاونا حنا نجيبوه لهم نقول لهم راه معروف فين كاين تنازع المصالح، معروف فين كاين الثروات اللي شدوها الناس، معروفه فين كاينه. شكون اليوم تيحول المواطن الى زبون الى مستهلك؟ واش انا؟ وكيجي واحد وكيخرج وكيقول لك بزاف ديال الامور، كيقول لك ولدي راه ما كاينش الفساد، كيقول لك سيدي فهمتش انا. للاسف الشديد راه انا كنقولها وكنأكدها، هذه الحكومه يجب أن تقدم استقالتها، ويجب أن تكون 2026 بوصلة حقيقية لمغرب آخر يريد صاحب الجلالة. مغرب اللي داخل على رهانات كبيرة، منها كاس افريقيا ومنها المونديال، منها بزاف ديال الحوايج. هذه الرهانات لن تتحقق ولن تنجح إلا ببناء الإنسان، وإلا بتغيير العقليات، إلا بتغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المغربي. واحد كيقول لك ولدي، كيقول له واحد راه الناس كامله ساخطه على الحكومه والناس كذا، كيقول له فين هذا السخط هذا؟ انا لم اراه. وبالله عليك ما عندكمش الوذنين باش تسمعوا الناس كتقول؟ ما كتمشوش للاسواق، ما كتصنتوش، كتسفوا هذه مواقع التواصل الاجتماعي. الحمد لله عليها لانها متنفس للعديد من المغاربه. تصور معايا عندما يصمت الجميع لماذا ستستمعون؟ راه احيانا الحديث والكلام خير من السكات، فخلوا الناس تفوج. وهذه مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتسفوها وتقولوا ما فيها والو، صحيح انها مملوءه بالتفاهات وملا بزاف ديال الحوايج، ولكن راه فيها اصوات ديال الشرفاء، اصوات ديال الناس اللي كتوصل الحقيقه، اصوات ديال الناس اللي كتفوج. عرفتوا شنو هي كتفوج؟ عمليه التفويج. وسيروا قراوها في علم النفس، الناس توج غير على راسها، خلوها يا قراتوها بالغلا قراتوها بالزياده. ها المازوت زاد هذا النهار اللي نتكلم فيه، بزاف د الحوايج اللي كتزاد. مثل صيف لن يتكرر كما قال الكاتب الروائي الكبير محمد برادة. أنا أدرك جيدا على أن العديد منا من هذا الجيل ما كيعرفوا، لأن القدوات اللي كتقدم له ماشي هذه هي. ولكن كنعاود وكنأكدها، الله يجازيكم بخير. كنقولها للحكومة وبعض المسؤولين الحزبيين، عاونونا بالسكات، راكم مستفزين في خطاباتكم، مستفزين والله إلا مستفزين. فبعض السكوت أحيانا وبعض الصمت أحيانا يكون فضيلة، ولا ينسب إلى ساكت قول. أو اسكتوا وخلونا الله يرحم باكم. ها هي الجالية المغربية أغلبها ما جاء، وها هما وحدين هوناتيا ينتهزون مساكين الفرصة غير باش يخرجوا من هذه البلاد هذه. فخلوا هذه البلاد تكون مستقبلة وما تكونش طاردة لأبنائها، لأن هذه البلاد هذه راه عندها 12 قرن وعندها شرعية تاريخية وعندها مؤسسات قوية، ولكن للأسف عندها منتخبين وعند مجموعة من الناس سامحهم الله لا يفكرون إلا في جيوبهم، إلا في أرصدتهم، ولكن لا يفكرون في هذا الوطن. هذا الوطن بالنسبة له هو صالة طروزي. تحياتي لكم والسلام عليكم.